لو انت لسه بتبدأ طريقك في تعلم الانجليزي ومحتار تبدأ منين، فالفيديو ده هو الخطوة الصح. النهارده مش هنشرح قواعد معقدة ولا ندخل في تفاصيل تقيلة. احنا لخصنا لك اهم 30 جملة بنستخدمهم اصحاب اللغة في حياتهم اليومية. الجمل دي هي اللي هتديك الثقة انك تتكلم وتفهم اللي قدامك بوضوح ومن اقصر طريق. ركز معايا في كل جملة، ويا ريت تردد ورايا بصوت عالي علشان لسانك يتعود. انا مستر محمد سيد كامل MSK، ودي قناة يلا انجليزي. وقبل ما اقول لك يلا بينا نبدأ، مش هنسى افكرك ان انت تعمل سبسكرايب للقناة، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وتعمل لايك وكومنت وشير على الفيديو ده عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. ويلا بينا نبدأ. أول مجموعة معايا الجريتنجز والانترودكشنز، اللي هي التحيات والسلامات وتقديم النفس وكده. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? يعني مرحبا، كيف حالك؟ الجملة اللي بعديها nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. يعني تشرفت بلقائك. What is your name? What is your name? What's your name? What's your name? يعني ما اسمك؟ بعد كده my name is. My name is. اسمي هو. My name is علي. My name is أحمد. My name is محمد. My name is. السؤال اللي بعديه where are you from. Where are you from. يعني من أين أنت. Where are you from. Where are you from. من أين أنت. والإجابة I'm from واسم الدولة. I'm from. أنا من واسم الدولة. I'm from Egypt. I'm from Egypt. I'm from Saudi Arabia. I'm from Saudi Arabia. أنا من مصر أو من السعودية. بعد كده essential communication، اللي هي التواصل الأساسي. I don't understand. I don't understand. I don't understand. والجملة دي مهمة لو انت مش فاهم اللي قدامك بيقول ايه. I don't understand. ومن الجمل المهمة برضو can you repeat that please. Can you repeat that please. Can you repeat that please. هل يمكنك تكرار ذلك من فضلك. لو انت مثلا ما فهمتش فممكن تقول له كرر تاني. Can you repeat that please. What does this mean. What does this mean. What does this mean. يعني ده معناه ايه. What does this mean. ماذا يعني هذا. How do you say in English. How do you say in English. يعني عايز اسال هما بيقولوا ازاي الكلمه دي بالانجليزي. يعني مثلا انا مش عارف هي كلمه كتاب يعني ايه بالانجليزي، يبقى how do you say كتاب in English. How do you say كتاب in English. How do you say ثلاجه in English. How do you say قطه in English. يعني كيف تقول الكلمه دي بالانجليزي. Speak slowly please. Speak slowly please. Speak slowly please. يعني تحدث ببطء من فضلك. Speak slowly please. تحدث ببطء من فضلك. I don't know. I don't know. I don't know. يعني أنا لا أعرف. I don't know. أنا لا أعرف. Public places و requests في الأماكن العامة والطلبات. Excuse me. Excuse me. Excuse me. يعني معذرة. دي بعملها أو دي بقولها علشان لفت الانتباه أو الاعتذار. Excuse me. معذرة. يا ما بلفت انتباهه أو بعتذر له. Can you help me. Can you help me. Can you help me. هل يمكنك مساعدتي. Where is the bathroom. Where is the bathroom. Where is the bathroom. Where is the bathroom. أين الحمام. How much is this. How much is this. How much is this. How much is this. يعني بكم ده. كم السعر. I would like. I would like. I'd like. I'd like. I would like. يعني أريد أو أود أن أحصل على. في المطعم بقى لو أنت بتطلب الفاتورة. Check please. Check please. Check please. الفاتورة من فضلك. بعد كده ممكن تستخدم الجمل دي عشان تعبر بيها عن نفسك. expressing yourself. I'm hungry. I'm hungry. أو I'm thirsty. I'm thirsty. I'm hungry يعني أنا جائع. I'm thirsty يعني أنا عطشان. I'm hungry أو I'm thirsty. I'm hungry. I'm thirsty. I'm tired. I'm tired. I'm tired. أنا متعب. I need help. I need help. I need help. أحتاج مساعدة. I'm lost. I'm lost. أنا تائه. I'm lost. I'm lost. أنا تائه. I like it. 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 يعجبني هذا. I don't like it. I don't like it. I don't like it. لا يعجبني هذا. وبرضو التعبيرات اللي جايه دلوقتي politeness اللي هي الادب، والfarewells اللي هي انت تقول لحد مع السلامه. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا لك.
Thank you very much. You're welcome. You're welcome. You are welcome. You're welcome. على الرحب والسعة برد بيها على كلمة شكرا. No problem. No problem. No problem. No problem. لا مشكلة. مفيش مشكلة. See you later. See you later. See you later. أراك لاحقا. See you later. أراك لاحقا أو فيما بعد. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. أتمنى لك يوما سعيدا. Goodbye. 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 وداعا. وبكده يكون خلصنا الجمل بتاعتنا. وفي فاينل تيبس فور سكسس، نقط مهمة جدا أو نصائح مهمة جدا عشان تساعدك تنمي اللغة بتاعتك. أول حاجة don't memorize words alone. ما تحفظش الكلمة مفردة. Learn the whole sentence as a pattern to speak more naturally. Learn the whole sentence as a pattern to speak more naturally. اتعلم الجملة كاملة زي النمط كده لتتحدث بشكل طبيعي أكثر. يعني ما تحفظش الكلمة لوحدها، احفظ العبارة على بعضها. وهكذا في أي كلمة بتتعلمها. Practice daily. Practice daily يعني اتمرن بشكل مستمر. Consistency is the most important factor in language learning. Consistency is the most important factor in language learning. يعني تعد الاستمرارية العامل الأهم في اللغة. يبقى ما تحفظش كلمة لوحدها ودايما تتمرن على طول كل يوم. Confidence is the key. Confidence is the key. الثقة هي مفتاح الحل. Don't be afraid to make mistakes. They are part of the journey. Don't be afraid to make mistakes. They are part of the journey. ما تخافش انك تعمل اخطاء علشان دي جزء من الرحلة. بكده نكون خلصنا اهم 30 جملة. وزي ما شفت الموضوع بسيط ومحتاج بس استمرارية. نصيحتي ليك انك ما تكتفيش بمشاهدة الفيديو مرة واحدة، حاول تستخدم الجمل دي في يومك ولو حتى مع نفسك. لو استفدت من الفيديو ده يسعدني جدا انك تشرفنا بالاشتراك في القناة وتعمل لايك عشان يوصل لناس اكتر حابة تتعلم. ولو عندك اي سؤال او جملة معينة عاوز تعرف معناها سيبها لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي. بالتوفيق ليك واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. لو انت لسه بتبدأ طريقك في تعلم لو انت لسه بتبدأ طريقك في تعلم الانجليزي ومحتار تبدأ منين، فالفيديو ده هو الخطوة الصح.